اليوم يا اخوان معنا طبخة، بس مو زي طبختنا غالية علينا. بنسوي كبسة زي كبسات امهاتنا زمان يعرفونها الجنوب. يلا نقول بسم الله. اول شي نحط زيت زيتون. بسم الله. نحرك حتى يتغير لونه. الحين نحط معجون طماطم واحد كامل. بسم الله. بهارات مشكلة، بهارات مشكل مع بهارات بيضة سوا. ودحين نقفل عليها ونخليها ابو 5 دقايق ينطبخ مع بعض ونرجع له. يا سلام سلم. فلفل امي حط نص ملعقة بس، لا تكثر. دحين بطلعها برا واعصرها كلها مع بعض، بهارات صحيحة هذه كلها مع بعض اللي حطينا. اللي بيكمل كذا ترى عادي الامور تمام، بس انا يعجبني تفلسف. بعصرها ونرجع لكم. وهذه شكلها بعد ما عصرناها. الحين نحط الدجاج نقمره شوية ونحطه فوق الخلطة خليه يتقمر. الحين ننزل الخلطة. الحين نحط الموية نقول بسم الله. ملح. خلاص يا اخوان كذا نقفل عليه. اول ما يصفر نحسب له 10 دقايق بس ونفك عنه. هذا رزنا ابو بنت مغسول بس. بسم الله. الحين نرجع نقفل عليه، واول ما يصفر نحسبه ربع ساعة اللي هو جاهز باذن الله. ابو بنت لازم المويه تكون زايدة عشان يشرب مويه كثير، وبالعكس كل ما زادت مويته كل ما زان احسن واحسن. واخر شيء 2 هذا لابد منها. ودحين بنسوي ملوخية، بنسوي احلى ملوخية. هذه ملوخية من مزرعة مجربة، من يعرفها؟ نسوي ملوخية سهلة بدون فلسفة، وبتدعوا لي. ملوخية بس بنحط لها شوية موية ونخليها سائل عشان معنا كبسة. أهم شيء 1 ماجي. دحين أهم خطوة للملوخية، شوية زيت زيتون شوية بس كفاية. نحط الثوم. بسم الله. بس ما نحتاج ولا حاجة. كأنه حرق شوية لكن مو مشكلة، نحاول تحرقه. هذا ثوم بس.